تمثيل قانوني. استجابة لتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي لا فتئ يحيط بعنايته الموصولة الفئات الهشة من خلال تمكينها من الحصول على سكن لائق بشروط تفضيلية وضمان إطار عيش أفضل. وأود في هذا الإطار أن أشيد بالجهود الحميدة التي بذلها كل هؤلاء المتدخلين بتعاون وتنسيق مع مختلف الشركاء من أجل محاربة السكن غير اللائق من خلال برنامج مدن بدون صفيح الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين للرفع من مؤشر التنمية. إعادة هيكلة الأحياء يقطن بها ما يناهز 42,000 عائلة. وفقنا الله جميعا لتحقيق هذا المبتغى لنكون عند حسن ظن صاحب الجلالة. يسرني أن أحضر في هذا اللقاء المميز، وهو لقاء عملي واقعي ملموس يمكن بعد جهد جهيد وبعد اتصالات مكثفة وعمل مضني من أجل أن نصل إلى مرحلة جديدة في محاربة السكن غير اللائق في شقيه، سواء تعلق الأمر بمدن الصفيح أو تعلق الأمر بالتأييد للسقوط وخطورة هذا الأمر جميل. وأعتقد أنه يتعين بالمناسبة شرط أن تؤكد بأنه هناك مجهود إضافي، لكن هذا المجهود الإضافي ينضاف بكلمة إضافي، هناك معنى ينضاف إلى كل المجهودات السابقة التي وفرت لها إمكانيات هائلة بملايير الدراهم. مستحضرين مضامين الخطاب الملكي السامي التاريخي حول الدار البيضاء باعتباره خارطة طريق تؤسس نقاط جديدة ترم خلال السكن الاجتماعي والاستجابة لحاجيات الساكنة وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود من خلال تمكينها من امتلاك سكن لائق وفضاءات توفر على التجهيزات العمومية الضرورية ومرافق خدمات القرب والخدمات الاجتماعية وتحسين المسار الديمقراطي لتحقيق ما نتوخاه لمدينتنا من تقدم اقتصادي واجتماعي ومواطنة كريمة. السيد والي جهة دار البيضاء الكبرى، السيد العامل المدير العام للوكالة الحضرية لدار البيضاء، السيد رئيس مجلس إدارة مجموعة تهيئة العمران، السيد المدير العام لشركة إدباء السكن، الاتفاقية التالية وهي اتفاقية خاصة بالتمويل تمويل عملية الرياض إدباء السكن لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح في جهة الدار البيضاء الكبرى، وهي السيد الوزير حق صورة من رؤساء الجامعات كيسمعوا عمران في السكن.